الجو ده مش محتاج غير كوباية ميلك شيك مانجا ترطب علينا بقوامها الكريمي وطعمها المنعش. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. في الخلاط معانا منجاية، والمنجاية ضروري جدا ان تكون مجمدة. بعد كده هنضيف عليه 3 بولات من ايس كريم الفانيليا، وكمان نص لتر من الحليب، وممكن نزود كمية الحليب لو حسينا ان هو محتاج يتخف، يعني لو حسينا ان القوام بتاعنا تقيل فنزود حليب كمان. بعد كده بقى هنضربه كويس جدا بالهاند بلندر او في الخلاط، وبس كده هتشربوا بقى احلى عصير. جميل جدا، قوامه كريمي وناعم وحاجة كده روعة. بعد كده بقى هنضيف عليه مكعبات من المانجا فوق الوش بالشكل ده، وهتستمتعي بأحلى عصير منعش جدا وكريمي. وهي دي أحلى حاجة في الصيف، بجد الصيف مش محتاج غير كوباية زي دي كده ساقعة وكريمي وتشربيها. جربوها هتعجبكم جدا، صحتين وألف هنا يا رب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وكمان المتابعة.